اهلا بكم. معاكم عبد العزيز حسين، محامي الاستئناف على مجلس الدوله. ازاي تكتب قائمه المنقولات؟ ازاي تحمي نفسك من الحبس؟ تعال اقول لك. قائمه المنقولات زي ما حضرتك شايف دي شكلها. قائمه المنقولات بتكتب في الاول استلمت انا، هتكتب اسم حضرتك المقيم في المنطقه الفلانيه، محافظه كذا، بطاقه رقم قومي صادره في كذا، من الانسه اللي هي زوجة حضرتك والمقيمه في كذا، ما هو البيان الخاص بقائمه المنقولات. كل حاجه لها فواتيرها، كل حاجه موجوده انت جبتها او العروسه جابتها بتتكتب في قائمه المنقولات. اول حاجه بنبدا بها المسلسل، بعد كده العدد، بعد كده البيان، الثمن بالجنيه المصري. كل واحد حسب منطقته بيبدا بحاجه معينه، في اللي بيبدا بغرفه النوم، في اللي بيبدا بالنيش، في على حسب كل واحد. هنا بنكتب غرفه النوم كامله زي ما انت شايف كده، غرفه مكونه من سرير، دولاب، اتنين كوميدينو، تسريحه، فواطه، شماعه. البيان يتكتب بالظبط زي ما الحاجه موجوده. طب طقم الانتريه يتكتب من اربع كراسي، كنبه، ترابيزه، ولون الجلد كمان بيتكتب. طقم تجنيد، اتنين مرتبه، اتنين خداديه، اتنين لحاف. النيش بيتكتب. كمبيوتر لو جايبه كمبيوتر، جردل بالعصاره، اي حاجه زي ما حضرتك شايف كده بتتكتب. حتى الساعه الحائط، اي حاجه ليها فاتوره لازم تحط. الفوطه والبشكير بيتكتب، والغساله بتتكتب، الثلاجه بتتكتب، كل حاجه، جميع الاجهزه الكهربائيه بتتكتب، انبوبه البوتاجاز بتتكتب. اي حاجه، لو حاجه بجنيه، مفرش قطيفه، بس طبعا الاسعار دي يا جماعه دي اسعار الايام الزمن الجميل يعني. تمام، بنكمل كل حاجه، طقم الحلل، كل الرفايع حتى مفرش السرير الحريري اللي بنجيبه بيتكتب، كل حاجه لحاف فايبر بيتكتب. تعالى بقى اهم حاجه، تعالى اوريك اهم حاجه في القايمه ده. طبعا الكاسات، طقم الثلاجه، سبت الغسيل، المكوى، السخان، الشاي، المصفى. احنا بنوريك الحاجات اللي هي بتتكتب بالفعل، وبنوريك شكل القايمه علشان تاخد بالك منها. في ناس ما تعرفش شكل القايمه ايه لحد دلوقتي، حتى في ناس اتجوزت والله مضت عمياني. تمام. اهم حاجه بقى، تعالوا نقول عليها. دي اهم حاجه. اقر انا، هتكتب اسم حضرتك، الموقع ادناه الرقم القومي بتاع حضرتك، والمقيم هتكتب عنوان حضرتك. تعالى بقى الاهم حاجه في الهيصه اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها، ان المنقولات الموضحه باعلاه في حيازاتي لاستخدامها في مسكن الزوجيه. اهم نقطه بقى اللي حضرتك تخلي بالك منها علشان تحمي نفسك من الحبس في حاله اقامه العلاقه الزوجيه. يعني انتوا لسه متجوزين، مفيش طلاق ولا حاجه، ففي لما بيحصل اول تركايه، العروسه بتجري على طول بتعمل تبديد قايمه علشان تجيبك تحت رجليها، علشان تكسر عينيك. واحنا مش عايزين يتكسر عينيك كراجل، لان لما كسر عينيك كراجل خلاص ما بقتش راجل. وتعهد بردها كاملة بحالة جيدة في أقرب الأجلين، الطلاق أو الوفاة. وخلي بالك نقطة، وإلا أكون ملزم برد قيمتها المادية الموضحة بأعلاه. فبالطريقة ديت هي ما تقدرش تحبسك في حالة إقامة العلاقة الزوجية. يعني ما تقدرش تاخد حكم حبس في حالة إقامة العلاقة الزوجية في فترة جوازكم، علشان ما يلوش دراعك. لأن في الحالة ديت اللي بيحصل، تلاقي مامتها على يمينك، خالتها على شمالك، هي في وشك. أنت مش بتحبني يا حبيبي؟ ما تمضي. فبالتالي سيادتك بتقوم بتمضي. تاني حاجة بتحصل وبنشوفها كتير، يقول لك أنت جايب 20 جرام دهب، بس هنكتب في القايمة 150 جرام دهب ولا 100 جرام دهب. 100 جرام دهب يا حبيب قلبي النهارده حوالي 440 الف جنيه، وفي ناس بتكتب 200 جرام دهب. هم بيقولوا لك عادي، احنا كده كده مش، انت مش جايبهم، ده عادي، ده حاجه حلوه ليك نقول ان بنتنا جالها ب 200 جرام دهب. اوعى تعمل كده. 200 جرام دهب 840 الف جنيه على طول هتبقى في الكلابوش، وهترد المهر بتاعها اللي هو 840 الف جنيه بجانب القايمه اللي احنا بنتكلم عليها. فتخلي بالك كويس، خلي عينك في وسط راسك، وفي الوقت ده تكون واخد حد امين معاك علشان ينصحك. لان الزن على الودان امر بالسحر. هتلاقي عمتها وخالتها على شمالك وهي في وشك، انت يا حبيبي ده انت شاريني ولا بيعني، كلام من ده. فبالتالي يعني انت بتتاثر، ازاي يا حبيبتي ده انا بموت فيك، تقوم ماضي، وفي الاخر تقعد تندم طول حياتك، وتفضل رايح جاي على الاقسام وماشي في كمين خايف. فبالتالي لازم تامن نفسك. الحاله الثانيه، وفي حالة طلب الخلع من طرف الزوجة أو الطلاق دون سبب من جانبه، تستحق الزوجة المنقولات التي قامت بإحضارها وشرائها فقط.
خلي بالك. وفي حالة قيامي بالطلاق دون سبب من جانب الزوجة أو حصول الزوجة على حكم بالطلاق للضرر تستحق كامل المنقولات المذكورة بالأيم، وهذا إقرار مني بذلك. وبعد كده تحط الشهود. واللي احنا بنقوله أهم حاجة اتقي ربنا في زوجتك، وخلي بالك واعط كل ذي حق حقه، وفي نفس الوقت تخلي بالك من نفسك، وما تمضيش عمياني ولا تمضي على بياض علشان ما تتكلبش في الاخر وتندم ندم العمر وتقول دي جوازة الندامة. تحياتي عبد العزيز حسين، المحامي الاستئنافي على مجلس الدولة.